أنا إسراء يونس، عضو في نادي القراءة. اتكلمنا في الفيديوهين اللي قبل كده، عملنا أول حاجة إزاي تركز على النتائج بتاعتك، وتاني فيديو كان إزاي تستغل وقتك أو إزاي تعمل سيستم للتايم مانجمنت وتمشي عليه. النهارده هنتكلم بقى في مشكلة يعني معظمنا بيعاني منها، وهي التسويف. طيب انا باخد قرار وبرجع فيه، باخد قرار ومش بنفذه، باخد قرار وامشي شويه وارجع، وهكذا. هحل ده ازاي؟ هحل ده ب7 خطوات. اول خطوه ان انا هعمل ليست. يعني ايه؟ انا مش احنا الفيديو اللي فات اتكلمنا في ان انت لازم تعمل تو دو ليست قبل ما تنام. فانت الصبح صاحي من النوم معاك ليست هتمشي عليها طول اليوم، ما تبداش يومك من غير ليست. تاني خطوه البريوريتيز. احنا قلنا هنرتب اولوياتنا او هنرتب التاسكس بتاعتنا بالنسبه لقاعده ABCDE ميثود في الفيديو اللي فات. طيب انا عرفت خلاص ان انا هبدا بالتاسك المعينه ثم تليها التاسك دي، وهكذا وهكذا وهكذا. ابدا ازاي؟ هفضل اقول لنفسي do it now، يلا ابدا، يلا اشتغل. طب انا هبدا التاسك دي بس هقوم اعمل كوبايه شاي واجي على طول. لا، ابدا دلوقتي، ابدا وبعدين قوم اعمل كوبايه شاي، بس خد خطوه وابدا في التاسك دي علشان ترجع تكملها، لان لو ما بداتش هتقوم ومش هترجع تاني. طيب انا قمت خلاص، بدات وخدت الخطوه وبدات في التاسك، بس قمت مثلا هصلي، هعمل كوبايه شاي او زي ما بنشوف او زي ما بنعمل. فهفضل هكرر على نفسي مثلا وانا واقفه باك تو ورك، ارجع اعمل شغلك تاني، ارجع، وهكذا. ارجع، افضل قول لنفسك ارجع لحد ما ترجع تكمل التاسك اللي انت بدأت فيها. طيب بعد كده 20/80. يعني ايه 20/80؟ يعني انا دلوقتي عندي في اليوم بتاعي 4 تاسكات، هلعب وهقرا وهخرج اتمشى وهقابل اصحابي. طيب انا هشوف ايه الحاجه اللي هتاخد مني 20% من وقتي في دول كلهم، بس هتعود عليا ب80% نفع. لو بصيت هتلاقي القرايه. انا لو كل يوم قريت ساعتين بس في يومي، فانا بعد شهرين 3 هلاقي ان شخصيتي ابتدت تتطور بنسبه مثلا 80%. لكن لو ضيعت اليوم في اللعب او المشي او فانا مش بعد شهرين 3 فانا مش هيعود عليا بنفس نسبه النفع. طيب هقرا الاول وبعدين هعمل الحاجات دي، بس اهم حاجه او الاولويه في اليوم هتكون للحاجه اللي هتاخد 20% من الوقت، بس هتعود عليا ب80% بالنفع بعد كده. طيب بعد كده هعمل ديفايد. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي قررت ان انا هقرا. طيب هقرا كتاب معين، هبتدي ان انا اقسم الكتاب ده لصفحات. انا مثلا هقرا اول 5 صفحات، وبعدين تاني 5 صفحات، بعد كده تالت 5 صفحات، وهكذا وهكذا وهكذا. انا قسمت ليه؟ علشان التقسيم بيسهل عليك المهمه. لو انت شايف مثلا الكتاب ده 100 صفحه، يا لهوي لسه هقرا 100 صفحه. لكن لو انت مقسمهم مثلا 5 صفحات 5 صفحات 5 صفحات، فبالنسبه لك المهمه هتبقى اسهل. بعد كده هننتقل لخطوه الوان بيس. يعني ايه؟ انا قسمت 5 صفحات تمام، بس برضو ما عنديش الحماس او ما عنديش الموتيفيشن او ان انا ابدا المهمه دي، او ان انا ابدا ال5 صفحات. طب خلاص ابدا بصفحه واحده بس. انت ابدا بصفحه وخلصها، صفحه هتجيب صفحه هتجيب صفحه هتجيب صفحه، حماسك هيزيد وهتبتدي ان انت تخلص الكتاب كله اللي كان عليك. وده يعني حل المشكله دي في 7 خطوات بسيطه. لو حد عنده اي سؤال يسيبه في كومنت، واتمنى تكونوا استفدتوا ويكون حل لمشكلتكم ان شاء الله. مثلا